السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أريد أن أنوه أن موضوع هذا الفيديو الذي أسجله عن العقوبات والوضع الاقتصادي والاجتماعي الحاصل الآن في سوريا. قبل أن أبدأ بالتبريك لكي لا تمل من بداية هذا الفيديو، يجب أن تستمع إليه إلى نهايته لأنه مهم في كل فقرة سأتكلم بها. بعد أن أبدأ بالتهنئة للشعب السوري وإخواني وأهلي بالتبريك بسقوط نظام الطاغية، نظام القتل، نظام الإبادة الذي فعل ما لم يفعله أي طاغية في التاريخ وقد يكون على مر التاريخ. موضوع العقوبات، الآن الدولة كانت من كانت، هي تحكم بالشرعية الثورية، شاء من شاء، شاء من شاء، وأبى من أبى. الشرعية الثورية هو مصطلح شرعي في حال حصلت ثورة وانتصرت هذه الثورة، تحكم الثورة بمن انتصر، ليس لأنها انتصرت تحكم، لكن هناك فراغ كبير إداري سيحصل. ونحن نعلم أن 70,000 جندي في بغداد لم يحموا البنك المركزي ولم يحموا المؤسسات العامة. هذه الثورة حمت الحمد لله ما تيسر لها من المؤسسات العامة التي تسير أمور الناس، لكن ليس من مسؤولية الحكومة الآن أن تدعو إلى مظاهرات، لأنها ستعتبر هذه المظاهرات موجهة منها. نحن الشعب السوري الآن أدعوكم إلى مظاهرات في جميع أنحاء سوريا، من الشمال إلى الجنوب، من الشرق إلى الغرب، في جمعة أو سبت أو أحد أو اثنين أو أي يوم من أيام الأسبوع، وقد أصبحت هذه الأيام كلها متاحة بعد سقوط النظام. أدعوكم إلى خروج مظاهرات عارمة تدعو لرفع العقوبات الدولية الجائرة عن الشعب السوري، التي ثبت بعد سقوط النظام أن استمرارها هي عقوبات كانت على الشعب السوري، حيث أن النظام وجد ألف سبيل لكي يقوم بعملياته المالية والتجارية، والتي أصلا هي سرقات من الشعب السوري. لكن الآن بعد سقوط النظام هذه العقوبات باتت على الشعب، ليس هناك من مبرر مطلقا حتى لو كان هناك في مطالب أقليات ومطالب دولية بإشراك الأقليات. المرحلة هذه أصلا ليس من المفترض أن يكون فيها أكثرية أو أقلية، هي مرحلة إدارية، هي مرحلة مؤقتة، هي مرحلة انتقالية. بقاء العقوبات والبعض الذي يطالب بإسقاط لا، نحن الشعب نريد إسقاط كل العقوبات، نحن لا نريد أن نسقط بعض. كل العقوبات الجائرة الآن على الشعب السوري يجب أن تسقط، ليس بعضها، كلها، وإن طلبت بعضها سيعطوننا بعض. نحن نريد أن نسقط كافة العقوبات عن الشعب السوري وعن الدولة السورية. انظروا، هناك حصار اقتصادي واقع. كانت لنعترف، إيران كانت تدعم النظام بالنفط، روسيا كانت تدعم النظام بالذخيرة وأمور مالية أخرى، روسيا وإيران. هذا الشيء توقف، الحمد لله أنه توقف، لكن هذه الثورة توقف عنها الدعم بشكل كامل. حتى بعض المشافي التي كانت في مناطق المحررة سابقا بدأت بالإغلاق، بعض المؤسسات، المخيمات، الدعم على المخيمات أزيل، ليس هناك ماء، ليس هناك كهرباء، الرواتب لا تدفع للموظفين، أمور كبيرة وعظيمة تحصل، ليس لأن الحكم لا يقوم بالحكم، إنما لأن العقوبات الآن باقية، وحصلت أيضا عقوبات مخفية. النفط الذي كان يأتي من مناطق قسد إلى النظام لم يعد يأتي إلى مناطق الثورة الآن، إلى مناطق الحكم الآن، النظام الجديد. النفط الذي كان يأتي من مناطق قسد لم يعد يأتي، النفط الذي كان يأتي من إيران لم يعد يأتي، النفط والغاز الذي كان يأتي من روسيا أو القمح أو ما شابه لم يعد يأتي.
هذا أمر طبيعي، ونحن نحمد الله أنه لم يعد يأتي. لكن العقوبات التي ما زالت تفرض الآن على الشعب السوري هي عقوبات لمحاربته، وهي لا تدعم الأقليات ولا تدعم الأكثرية، إنما هي على الشعب السوري، على كل ولا أحب أن نكون مكونات، على الشعب السوري وفقط، على الشعب. هذه العقوبات لم يعد لها أي أساس شرعي بعد سقوط النظام القاتل الفاجر. وأود أن أنوه إلى أننا نستطيع أن نخرج في مظاهرات كل يوم، ليس في جمعة. نحن كنا نستخدم الجمعة لأن هذه الأيام المباركة، بالإضافة لأنها مباركة، هي أماكن تجمع طبيعية للناس، في حين كان القمع نعلم أننا لا نستطيع أن نتجمع في الساحات في مناطق النظام. أحكي عن بداية الثورة طبعا، لا أتكلم عن الآن، عن المناطق المحررة لاحقا التي كانت تعج بالمظاهرات ليل نهار. إن خروج المظاهرات المليونية في جميع الأراضي السورية من شرقها إلى غربها هي واجب الآن، واجب. نعم، الثورة انتهت بانتصارها، لكن الحفاظ على المكتسبات لن يكون سهلا. لا تستطيع الحكومة أن تأمرنا بأن نخرج بالمظاهرات، وأنتم تعلمون أنه حين تأمر الحكومة بالخروج بالمظاهرات فإنها تدين نفسها، أي أنها لا تمثل وتريد أن تكسب شرعية، إنما هي شرعية الآن، هي شرعية ثورية. نحن المواطنون السوريين علينا أن ندعو إلى المظاهرات في الجمعة القادمة، في اليوم 9 من شباط، يوم الأحد. يوم الأحد أعتقد 9 من شباط، الأحد 9 من شباط، الاثنين 10 من شباط، الثلاثاء 11 من شباط، الأربعاء 12 من شباط، الخميس 13 شباط، 14 من شباط، الجمعة القادمة 14 من شباط. إذا لم تخرجوا في أيام الأسبوع، في ضمن أيام الأسبوع، علينا أن نخرج. وأنا أستغرب لمن يستطيع أن يجعل هناك جمعة اسمها جمعة النصر ولا يستطيع أن يعمل على جمعة اسمها جمعة رفع العقوبات. من يسير هذه الجمعة؟ نحن في بداية الثورة كنا نسيرها كناشطين وكعليميين، أما الآن يعني يجب أن نخرج بمظاهرات يومية، ليس في يوم الجمعة فقط، في كل يوم نخرج بمظاهرات للمطالبة بإزالة العقوبات الدولية الجائرة عن الشعب السوري. أرجوكم ثم أرجوكم ثم أرجوكم أن تعمموا هذا الشيء بكتابة مناشير على صفحاتكم، بمشاركة هذا الفيديو أو تصوير فيديوهات مماثلة. أنا أناشد الأخ هادي العبد الله، وأناشد جميل الحسن، هم ناشطون ثوريون، وأناشد جميع الناشطين الإعلاميون الذين يتجولون في سوريا من شرقها إلى غربها بأن يبدأوا بهذه الحملة، حملة رفع العقوبات، مظاهرات لرفع العقوبات اليوم وليس غدا، غدا وليس بعد غد، بعد غد وليس الذي بعده. الآن المرحلة فعلا قاسية على الحكومة التي تحكم، لا أموال، حتى المنظمات أوقفت دعمها. يعني هناك أصلا عندما استلم ترامب أوقف الدعم عن الخارجي. يعني هناك منظمات أمريكية أغلقت، كانت تدعم في الشمال السوري أو في مناطق محددة في سوريا، هذه أغلقت. أرجوكم ثم أرجوكم أن ليس من ضروري أن تشاركوا هذا الفيديو، أن تنشروا فيديوهات بأسمائكم وبشخصياتكم تدعو إلى مظاهرات يومية حتى رفع العقوبات. حتى العقوبات التي أزيلت لمدة 6 أشهر لا تشجع المستثمر على الدخول إلى سوريا. من يريد أن يستثمر ويعلم أن هناك عقوبات قد تعود بعد 6 أشهر من رفعها لن يدخل. رأس المال جبان. نعم، هناك رجال أعمال كثر يريدون الدخول، لكنهم لا يستطيعون الدخول ضمن فترة زمنية رفع عقوبات وهي محدودة، هي عن قطاع النقل، عن قطاع الكهرباء. هناك مشاريع يريد أن يقوم بها رجال أعمال كبار، فنادق، وهذه تفتح فرص عمل للحداد وللنجار وللكهربائي وللمهندس المدني والمهندس المعماري يعني هناك ناس تريد أن تدخل ولتعمل، لكنها لا تستطيع أن تدخل في رفع جزء إلى عقوبات مدة 6 أشهر. ماذا لو عادت؟ هذا لن يدخل. أرجوكم شاركوا هذا الفيديو أو صوروا فيديوهات بأنفسكم، نشطاء الثورة، الشعب السوري العظيم،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.